الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. درس ميرو دوام دوية تو أنصم ديارغو جمهور زندكك والتلازم أدنا بين دتستاك يك التي إذن كانن به جانا ربما يكون من غير أن يقتضي الارتباط بينهما ثالث. يعني يكي ارتباطا ونغوزة ويتمثلون مثال خوشي بشتين بمضافيناتين باولاوتين براو براتين خشكو براتين أو وذلك ظن باطل. فالشيخ تشريح تشريح وسكريبون تمام الشيخ أبو علي سيناء لم يتعرض لذلك. هو مسألة تلازم بين الشيئين وليس أحدهما علة الآخر. جارنا قالك جارا بيك üçüncü ki kudna beyna vandan nimbe beyviyacı çedbe şeyh hoş bir tiştira bahsine kiriye. Lem yeta'arrad lizalik. Evvelen. Şa'avul bakı zahirine kiriye. Bel şeyh tikiriye Ebu Ali Sina qassama vechet telazumi vecih lüzumiyeti taksim kiriye ila kısmeyni. Vara. Bu kısmı وجه التلاصم تقسيم كده بولد قسمه. هذا ما يجب هذا قسمه أن يكون لكون أحدهما علة للآخر. تمام. يكي جوانرا هبا عليتا شئدره. يعني يك جوان عليتا شئدره إيدن عليتا شئدره. والثاني أن لا يكون كذلك يكعلتي يكينبه. تمام. والأول يكعلتي يكيب محتملا للوجهين اللذين ذكرهما الفاضل الشارع. تمام. يكعلتي يكيب دو احتمال تدهنا أولا هذا احتمال جي فاضل الشارع ذكر كبير أو جي أبي فاضل الشارع ذكر كبير أو هذا بيزه بأن يكون الهيولة محتاجة إلى الصورة أو الصورة محتاجة إلى الهيولة من غير عكس. أبا نذكر. لكن العلة القابلة لما لم تكن علة موجبة فهي لا تكون مقتضية للتلازم من جهة القبول. لكن علة قابلة يعني هي tam neketi alleti. Yani? Kabiliyet avicbuni rahiye hiç nebiye buy. Lama lem tekun illetten mucibeten. İlleti muciben nine yani illetik bida vacib kine tişkidece çevbe evnine. Yani? Feye illeti kabile la tekunu muktadiyeten litteladi min cihetil kabuli. Cihet kabule lüzumiyetin lahvası. Çünkü nebiye. Ekete faaliyeti. التي موجودة تلازم ناخذها ماله ناخذ لا içine abiye çünkü içine abiye tam illet olarak mı editti neyara le otel piyasasına teşavuk ki illeti ماله ولما استحال أن يكون القابل فاعلا ماله قابل قبول تشتكي لخبك أو يا فعلي وتشتيني يكوي تدا وفعاليات تدا بدأ تشكرني يكيد نكوه. يكيد نكوه. ولما كان استحال أن يكون القابل فاعلا استحال أن تكون الهيولة مقتضية للتلازم بينه وبين الصورة بوجه من الوجوه. محالة وهيولاجي مقتضيا للتلازم الذي بينها أو ملازمتنا كنا بين هيولاي وبين الصورة دائجا استحال أن تكون الهيولة مقتضية للتلازم
بوجه من الوجوه، بوجه كي وجوه مقتضي بالتلازم رابع نينه محاله. ماله. فلذلك جبوك هيولا ومقتضية للتلازم بينه وبين السورة بوجه المجيء من الوجوه محاله، لم يتعرض الشيخ لاستناد التلازم إلى علية الهيولا. شيخ أبو علي قد أو نكرة قد شو بعث نكرة استناد تلازم ببال علية التي تبنى هيولا بالنكرية، يعني كو هيولا دبا التي جوان صورة راح تشكي بعث نكرة التي صورة نكرية، بل طلب وجه التلازم من جانب الصورة وعليتها. صادق أبو علي طلب وجه ملازمته اشتراط الصورة وعليتها وجه هيولا أو يقول يكو إجا الهيولا جي علتنا نقول يعني هيولا علتنا نقول الصورة علتنا أو يبعث ماله. وقسم هذا القسم تقسيمه في قسم كذا إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرها الفاضل الشارح. بعض الشيء قسم الشارح ذكي قلت لما ثبت التلازم إما أن تكون الهيولة محتاجة إلى الصورة أو الصورة محتاجة إلى الهيولة من غير عكس، أو تكون كل واحدة منها ما محتاجة إلى الأخرى، وش السبب؟ أو لا تكون ولا واحدة منهما محتاجة للأخرى، فهذه أقسام 4. ماله. وأنا كالقسم ماله. وقسم هذا القسم للأقسام الثلاثة التي ذكرها الفاضل الشارح، وهذا قسمك وأنا ما قلت. يقول يا هيولا سورة دخوزة ويا سورة هيولا دخوزة يا أو دخوزة أو دخوزة. وبقي القسم الثاني الثاني ما هو أن لا يكون أحد المتلازمين علة للآخر. تمام. هيولا سورة دخوزة سورة هيولا دخوزة هما يك علتي يكيننا ب أمام ملازمتهم بسببية عليتها بعلية تلازمها بعلية. فنبه تنبيه فاضل الشارع على أن ما يظنه الجمهور في هذا القسم وتشك الظن كالجمهور في قسمي باطل. أن ما يظنه الجمهور في هذا القسم باطل، أو تشك التخمين دكين يوكي بكش قبيلة مضافين يعني حدود خوازن بهبرانين خواسناوان دا أنا كي واحد ذننا يعني باشي يكي يعني يكي دخوازه مثلا بابكي هي باشي 20 سال شنا هي لو زوجة هي لو تشد وأن لا يكون أحد المتلازمين عليه، فنبه على أن ما يظن الاجتهاد الباطل، ونبه على أن الحق في هذا القسم هو قسم جئة أن يكون التلازم لارتباط يقتضيه شيء غير المتلازمين صالح لهما. وتلازم دنا بين سورته هيولايده لارتباط يقتضيه شيء جبو ارتباط تشكيوي ارتباط دخوذة أو تشكي غير المتلازمين، يعني هذيكم متلازم أو لازمي أو لازمي أو نين هذه كلها وتنجي تشكي دنيكا السياية. ولهذا المعنى جبو في معنى وسم الفصل بالوهم والتنبيه.
السري فصيلة قوام وتنبيه. الفصل الثالث وعشر وهم وتنبيه. وهم أبا كتشي وهم هادو متضايف يعني متلازمين قبيلة وهم أبا كش قبيلة متضايفين انتهت احتياجية ببار صالسي فنينة أبيا النوسة إذن حقق فيها تلازم لارتباط يقتضي شيء غير المتلازمين صالح لها ماي. يعني كو سورة هذا سورة هيولا سورة هذا أبي تخصناوان تمام ارتباط أدنى بينهم دا مادة كي وتجي مادة وان بجينا نبدو أبي تلازم أدنى بينهم دا تشيدك فعله. راست. فعله. يعني بلكي ما بيجا خدايا يانا. أبي خدايا ليه بيجا خدايا. أبي بين خدايا هيك جايبين طبيعة. فهذه هي الأقسام الأربعة المذكورة في الكتاب. أظن هذا قسم كنت كتابي لذكر كان أب ذاتي شريكه يعلم أن الهيولة مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى مقارنة السورة، فإما أن يكون السورة هي العلة المطلقة الأولية لقيام الهيولة بها مطلقة، أو تكون السورة آلة أو وسيطة لمقيم آخر يقيم الهيولة بها مطلقة، أو تكون شريكة لمقيم آخر باجتماعهما جميعا تقوم الهيولة، أو تكون لا الهيولة تتجرد عن السورة ولا السورة تتجرد عن الهيولة، وليس أحدهما بأولى بأن يكون مقاما به الآخر من الآخر بعكسه، بل سبب ما آخر خارج عنهما يقيم كل واحد منهما مع الآخر أو بالآخر. هذه أنا أتشرح. يقول ثم قسم القسمة الرابعة أيضا وهي قسم الثاني، وهو أن لا يكون أحد المتلازمين علة للآخر. قسم رابع بحسب الاحتمال العقلي إلى قسمين. أو قسم رابع جي تقسيم كير ببالد الدياغة أو جي تقول بندرد جواب بشيء دابا. على سبيل الثاني فإن سورة إما علة مطلقة أو جزء منها أو لا علة ولا جزء بل تكون آلة والواسطة فخرج من هذا أن الأقسام ستة. قسم الرابعة أيضا بحسب الاحتمال العقلي إلى قسمين بأن ذلك الثالث يقيم كل واحد منهما إما مع الآخر وشيء بعبارة مثلية أو تكون سورة واسطة لمقيم آخر يقيم الهيولة بها مطلقة، أو تكون شريكة لمقيم آخر باجتماعهما جميعا تقوم الهيولة. أظهر يعني سورته أو السبب كده بهبرة هيولة قائمتك صدقا، لأن ذلك الثالث يقيم كل واحد منهما كل واحد كمان قائم كده قائمة إما مع الآخر أو بالآخر، يا بويرا يا بيرا. فهذه هي الأقسام الممكنة بحسب ما ذكره الشيخ. أوان قسمك إمكان تقسيم أوان دباء ممكننا فقط فعالية دابانا تبغي وينا. قال الفاضل الشارح في قوله إن الهيولة مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى مقارنة السورة، في قوله فوائد بن السريد دبيئة هو والسريئة أن الهيولة مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى مقارنة السورة.
تمام. بالفعل آه. يعني هيولا بالفعل بمقارنة السورية نوع ميداني. قال الفاضل الشاري في قول إن الهيولة مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى مقارنة الصورة في قول ذا فوائد. هنجي فائدة هنا. منها جوان فائدة أنه الشأن إنما قال كما قلت أن الهيولة مفتقرة في أن تقوم وإنما قال في أن تقوم اليوم تقريبك عبارة وتقريبك وري معناتك وإنما قال في إن الهيولة مفتقرة في أن تقوم كما قلت مفتقرة قائم بها بالفعل قائم بها مفتقرة بالفعل قيامه بالفعل مفتقرة ببالشة مقارنة سورته يعني قيامه ويا بالفعل محتاج يبال سورته بها بالفعل قائم بها احتاج يبال سورته بها أما بالفعل قيامين بها بالقوة بها احتاج يبال سورته بها تنهي منها أنه إنما قالت أن تقوم ليعرف أنها هيولة مفتقرة إليها ببالسورتها في وجودها لا في ماهيتها. هيولة مفتقرة ببالسورتها دو وجودها خدا ند ماهيتها خدا. دو وجودها خدا وقتا بين ميدان تشيب بصورة نوبة. أما ماهيتها خدا نه. ماهيتها خدا صورة تنهي بصورة. çünkü ev melekül güzel şeydin ev melekül daha nekatine durma sureti. Rast. ومنها نقول فوائد منها أنه إنما قالت أن تقوما ومنها دي تجوان فوائدها أنه كان قال تقوم بالفعل وتي أن الهيولة مفتقرة في أن تقوم بالفعل كما قلت بالفعل دبي وإنما قال تقوم بالفعل ليعرف أنها هيولة مفتقرة في الوجود الخارجي الذهني جيبوكو بيفهم كريني كتبي أنها مفتقرة بالفعل أن يقوم بالفعل أن تقوم بالفعل قيامه بالفعل محتاج ببار سورته باية معنى يعني كتير معنى يأذك يعني دخاري جندا وقتا كبه بيدي تني بكرني بجودة كرني ويقع بمحتاج ببار سورته ند ذهنا دا ماني ذهنا احتياجه يبار سورته فتنه çünkü ذهنا ده هي نبي تشتكي حتى في احتياجه يبار سورته ما ومن أجوان فوائد أبديسا أنه قال ليس عبارة مصنف دعوات بجا مفتقية أن تقوم بالفعل إلى مقارنة صورته بمثلها أن تقوم بالفعل إلى مقارنة الصورة اسمها مفتقرة ببنا خدا بفعليتها خدا مقترنة بباتشها مقارنتها صورتها قلب صورتها برابر به يعني وقتها كمبه خارجي قلب صورتها برابر به كل ذهنية ومادية دركتها قلب صورتها برابر كما قلت بالفعل ليعرف أنها مقارنة صورتي قلت ليعرف أنها هيولة علة من أنها علة من جنس لا تباين ذاتها ذات المعلول يعرف أنها وكبه فهم كرني هيولة علة من جنس التي جنس ما لا تباين ذاتها جوي جنسك مباين الذات مباينين الذات هيولاي
لا مباينة ذات المعلولة مباينة ذات المعلولة نينا يعني كو صورته او هيولا جابرنا مباينة مثلا وقت تبقي صورة الله تعالى وعالمه يعني ده علته معلوليات كي بجي هما او علته معلوليات هردو الجنسيات اولا جابرنا مباينة اب كالباري تعالى والعالمية جابرنا مباينة هي مثلا مباينة إذا يكون مباين بهيولا وصورة جابرنا مباينة كالباري تعالى والعالمية جابرنا مباينة معلول علات على قدر ما جبتنا مخلوقة يا خالقة ماله هما هيولا وصورة أو أنا عليت معلولية ما جبرها هي جبرنا مباين ماله ثم قال دبيدا أوا قلت يا مسلم وعلى قوله لا مقارنة سورته وعلى يعني ثم قال وعلى قوله إلى مقارنة سورته بأن تقوم بالفعل إلى مقارنة السورة أبيا شك لفظي وتي إلى مقارنة السورة شك لفظية ووتي أن المقارنة حالة إضافية بمقارنة السورة مقارنة تعطي إضافة كني بالسورة حالة إضافية تعرض للشيء بالنسبة إلى غيره سلام مقارنات بخو مقارنات بخو حالتك إضافية şimdi وقتك أو بلا مقارن ما إيقال شيء بلا مقارن يعني أو يعني مقارنات بخو حالتك إضافية نكون مقارنات تعطي بالسورة أو إضافة أن المقارنة حالة إضافية تعرض للشيء بالنسبة إلى غيره şimdi وقتك أو بلا مقارن ما أوجي بلا مقارن والأحوال الإضافية ترى برا باب لو هذه متأخرة عن الزوات اللي جابدو بهبرانين باشي بهبلات شدن إذا هيولاجي بوجود أقوى مقدمة للسلسلة أما بنا كتبت شد أن تقوم بالفعل إلى مقارنة السورة تمام مقارنات شتكي إضافية أو وراء مقارنات كإيديجي بيرابتك أحوال إضافية شدوا متأخرة شدون ويقف إذن المقارنتان يعني مقارنة هيولا للسورة مقارنة السورة للهيولا فإذن المقارنتان يعني مقارنة الهيولا للسورة ومقارنة السورة للهيولا متأخرتان عنهما متأخرة هيولا سورتين أو الهيولا آيرية سورة آيرية فاشي مقارنة فاشي مقارنة مهبرة شد إنك وسايا فلا يسوى أن يقال الهيولا مفتقرة إلى مقارنة السورة هيولا مفتقرة بالمقارنة السورة نايقوتني شمكي شوية هيولا مقارنة هيولا والسورة شون داتره يا شو عبارة صحيحة وايد بجاب بل العبارة الصحيحة أو بل العبارة الصحيحة أن يقال
الهيولة مفتقرة في وجودها بالفعل إلى ذات الصورة افتقارا متى وجدت. هيولات شبه وجب أن تكون الصورة مقارنة للصورة. هيولات شبه قلب صورة شبه. وقال فالافتقار يكون إلى ذات الصورة افتقارها هيولات ببال نفس صورة ووجود المقارنة حكما بعد وجود الهيولة. وجود مقارنة بشهبونا هيولة عولي هيولة يباشي مقارنة بصورة غتشد. أقول أتشكد به يحتمل أن يكون مراد الشيخ ذلك أفتشيكم ما قلتم دبا أفبه يعني قلتيا إلى إلى مقارنته قلتيا أن تقوم بالفعل إلى مقارنة السورة. يعني كو مقارنة بشي هبوني ده مقارنة بشي هبوني دباكو أفبا ذلك إلى أنه وقع في عبارات توسع ما توسع كي يعني كنت باريكي مغلقيات ده يعني كنت يعني مثلا تشتكي وقت مجازيتك يعني مغلقية. ويحتمل أن يقال إن الشيخ لم يذهب إلى أن ذات الهيولة مفتقرة إلى المقارنة المتأخرة عنها. لو ما قلت إلى مقارنة سورتي دبكو ذهابنا كي ذات الهيولة مفتقرة بالمقارنتكم متأخرة هيولة وينتشى بل ذهب إلى أنها هيولة في قيامها بالفعل ينتوى أي في تشخصها مفتقرة إليها. يعني وقتك النوعيات والجنسيات ذلك باب الشخصيات هي قاضي محتاجة بسورتها مقارنة بسورتها مقارنة بسورتها بشخصيتها. والشيء يجوز أن يحتاج في اتصافه بصفة شيء بريتك محتاج باتصافه خب بصفتك ده محتاج ما بالما كذا محتاجا بصفة ما إلى ما يتأخر عن ذاته. والشيء يجوز أن يحتاج في اتصافه بصفة ما محتاج إلى ما يتأخر عن ذاته محتاج بالو ما يكون متأخر ذاته كالعلة المحتاجة في اتصافها بالعلة إلى وجود معلولها المتأخر عنها. برناكي ويجي وكي أو علتكم محتاجة باتصافه التي دابع اللي يتبوني محتاجة بتبقى إلى معلولها وجود معلولها ببال وجود معلولها خويك المتأخر عنها بتفايد شيء ولا يلزم من ذلك إلا تأخر صفاتها عما يتأخر عنها. تبياجي أنظر وصيته ويا متأخر بشخصيته متأخر أو وصيته ويا كبتك ويا حاليك بيبا بزلقة مثلا شخصيته ويا فهم كني أو يعني كا باشي جدد كذا ثم قال وقت وهذه القضية يعني الهيولة مفتقرة يعني أن الهيولة مفتقرة أن الهيولة مفتقرة في قيامها إلى مقارنة السورة ثم قال وهذه القضية يعني قد يكتبوا أن الهيولة مفتقرة في قيامها إلى مقارنة السورة هذه مفتقرة إلى حجتين
احتياجات بال دليل كفاية. سيدان بني عبارة بهذا دينا يعني أن الهيولة مفتقرة في قيامها إلى مقارنة صورته مفتقرة إلى حجتنا يعني. ثم قال وهذه القضية شيء يعني أن الهيولة مفتقرة في قيامها إلى مقارنة صورته. هذه القضية مفتقرة إلى حجتي. مفتقرة إلى حجتنا. يا دليلك يا ما بينك وبنا يعني هيولا القيامة غدا محتاجة بالمقارنة صورتها. أبي دليلك بخوضها. دليلك يا شما لأن الذي مر شكو درباسه هو أبو أن الصورة لا تخلو عن الهيولة والهيولة لا تخلو عن الصورة. هيولة الصورة هيولة نخالية. فهذا القدر لا يكفي في بيان أن الهيولة مفتقرة إلى الصورة. والصورة محتاجة بالهيولة وهيولة الصورة نخالية هيولة نخالية صورة أبنى خلوية نخالب كافيناك في بيان أن الهيولة مفتقرة إلى الصورة. يعني نخالبون افتخار نادى بيان كرني. يعني دبكو أمبجن مثل صورة هيولا نخالي صورة أما وهيولا محتاج يبال صورة وصورة محتاج يبال هيولا والناب ويجي لا يفهم. الاحتمال أن يكون لأحدهما تأثير في الآخر. تأثير أكيد هي. أبي واجهنا يفهم بل يكونان متضايفين. هو كباب الله يعني كو أو محتاج بالي أو محتاج يعني كو أو بسورة ببيت هيولا بسورة من. ثم باش زيادة إن كان ولا بد من الافتقار. تمديد تأذياغو تقول كي جيغوتن ويا وانا كوغوتيه هيولا بسورة نابا سورة بي هيولا نابا أبيا افتقارتي دهيا أبيا جي افتقارتي زانيني. ثم إن كان ولا بد من الافتقار تبجي فقد يمكن أن يقال الافتقار من جانب السورة. افتقار دبك مش طرفي هيولا مش طرفي سورتي دابا يعني إلا افتقار جهد جهات هذا نعم إلا جهات يعني افتقار هذا جهات كده جهات هذا جهات هذا مين جهات السورة افتقار يعني مثلا قال مصنف قد شال قلت وسيأتي إبطال الاحتمالين. أي إبطال هذه احتمالات جاي ورا. ما قلت لأن الذي مر هو أن السورة لا يقوى والهيولة لا تخلو افتقار ناغوزة. لما أنا تقول ما قو شما لاحتمال أن لا يكون لأحدهما تأثير في الآخر بل يكونان متضايفين. يكتب إلا افتقار الدباك افتقار اشترط كتابا نشر طرفا بشي وإبطال هذا احتمال شيء يعني مش هذا طرفا بياش طرف كتابا بنا إبطال منه. أقول جاءت به أما تلازم المتضايفين فسنبين. تلازم متضايفين ببيانك وأنه فأما تلازم المتضايفين فسنبين أنه ليس على وجه لا يكون لأحدهما تأثير في الآخر كما ظنه. تلازم متضايفين ببيانك كأنه ليس
على وجه نسر وجهك لا يكون لأحدهما تأثير، يعني كسر وجهك يكي تأثير يكي دان دكا ناكنينه، يعني هي تأثير هي لا تأثيرها لباب التأثيراوي لاويده لو أسب تأثيراوي بابده هي يعني إن كان تأثير لاويد بابا چیه؟ تأثيراوي أوي نافي جراسيتك آره أوي ها أو دمه لسبب أو نافي جراسيت بأوي. وأما الاحتمال الآخر ماله وهو احتمال آخر أن يكون الافتقار من جانب الصورة المطلقة، يعني إلا طرف الصورة افتقارها والهيولا، أما هيولا هي تنا أو نا، فقد بينا أنه لا يفيد التلازم الصادجة والصورة افتقار طرف الصورة به هذه فائدة تلازم نادك، يعني التلازم بك لازم يخوك أوجي أو لازمي بأوجي لازم، يعني افتقار شو ده بس إدش كره آره صد كلام لا يفيد التلازم. ماله إذ القابل لا يقتضي الإجابة في عليته. ماله قابل إيكو قابل مجبور تشتكي قابل أنك يدورمي كو عليته إذا ببا واجبي شيء بإجابة شيء بموجبية ذا شيء به أنجح كتك فعالية عليته إذا واجبية شيء به كنا كذلك قابلية إذا عليته إذا واجبية مثل حتى كن صميونه ميدان نابه باب اما قابلیت اوش بابیتی را هي قال قلت يا شارح والفرق بين الآلة والواسطة يجزي آلة يجزي واسطة آلة بوني واسطة تفرقنا بينهم أن كل آلة واسطة ولا ينعكس هر آلة واسطة أما غير واسطة آلة طبعا لأن الآلة هر آلة واسطة اما هر واسطة آلة كما هر آلة واسطة هر واسطة لأن الآلة لا تكون موجودة إلا أن الإيجاد يتوقف على توسطها. آلة موجودة لنا يعني الإيجاد موقوف السروية وقتك باور يتوقف على توسطها. والمتوسط التوسط قد يكون موجدا كالعلة القريبة وجانب كنا موجدا بس ولا بس بلا سبب قدر بلا سبب قدر çünkü hep belki زيادة يعني قال وقوله أما تدري وأقول الآلة تمام والفرق بين الآلة والواسطة أقول وأقول الآلة كما ذكرنا وهي تمام